ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. صلوا على النبي الاول. قاعدين زهقانين طهقانين ملانين، تزودي حاجه؟ شكرا. زهقانين جدا من القعده، فعايزين نروح اي حته. ماشي وانا باخد منك الاسم. عايزه مني ايه دلوقتي؟ تعالي نقنع ماما، بس مش هضغط عليها. نقول لها اي حاجه. انا هقول لها كلمتين ادخل ابرأ ذمتي. مش هاخد بعضي وتليفوني واقعد كده على السرير مع نفسي. يلا الاخوات يا جماعه، تعالي نحاول نقنعها ان شاء الله تقول. انا خايفه بس عشان اخر مره عملنا فيها المقلب على اجمل ام تعمل البيت كلهم. ست الكل. انا شايفاك لازم تقلبي علينا اهي. هو لازم الثلاث مرات. بص صلي على اللي يشفع فيكي. بس الكاميرا دي الاول التليفون. بنصور. يعني بتحرجك وبتحطك قدام الامر الواقع. هو ده اللي انا اتفقت معاكي فيه. بتبقى على الناحيتين والله، بتطبل على الناحيتين. احنا حاسين احنا ملالين، عايزين نخرج كده وغدينا، اعمل لنا اي حاجه. روقي علينا عشان النهارده الخميس. وانتوا يعني عشان انا النهارده مش تعبانه ومش قادره اعمل اكل. معلش ما احنا شغالين طول اليوم كده، هنسف اول والواحد برضه مقنعة. جعان. انتوا في الاخر جوعتوا. مولانين. انا جعانه من امبارح. بجوع كتير قوي. طبعا خلاص هخرجكم وهعزمكم برضه. ماشي. كنت عارفه ان امي اليوم كنت تاخد لي اي طلب. ما ضغطتيش عليها؟ انا قلت لها اقول لها بس اليوم هتعزمينا فين بقى؟ انت عايزه تاكلي ايه؟ انا عايزه اكل كريم. ايه؟ عايزه تاكلي ايه؟ اي حاجه منك. انت عايزه ايه؟ ما سمعت. يطلع منك. قول ما تخافش. قول. عايزه ايه؟ عايزه كريب بقولك. ماشي. ماشي. عشان جوزتي الفول وهيقضي المغطى. عايزه بيتزا. هتجيبوا حاجه ليا يا ولاد؟ انت عايزه كريب وانت بيتزا؟ يعني الاثنين في محل واحد؟ عمو اللي القطه اللي هيلف ده هيلفين ده خفيف. يا ستي. لا لا انا هاكلكم في المحل. ايوه في عمو تحت في المكان تحت هنا بيبيع الكلام ده. لا انا هخرجكم بره المنطقه. يا لهوي بقى لما امي بتبقى راضيه عننا. يلا البسوا. انا لابسه اصلا، انا هقلع الخمار وابقى لابسه. تنزلي كده. انا لابسه. هقوم اشيك على سن بتاعها. يلا وهسهركم بره، هظبطكم. والحلو كتبوا كتابك يا نا. هنروح نلبس عشان ماما هتسهرنا بره وهتاكلنا كريب بقى وحاجات حلوه وبتاع. هظبطكم. هتروق علينا. انتوا ماشيين من غيري ليه يا ماما؟ انتوا ماشيين من غيري ليه؟ مفاجأة بقى هنا. انا الطريق ده عارفاه، خايفه يكون اللي في بالي صح يا احي. عرفتوا. التليفون شبع. لا حلو. انت مالك متفهمه ليه كده؟ مالك؟ انا بتشوفيني على كريب وبيتزا. ما بحبش الاكل ده والله كشري. انا ما بحبش الاكل ده اللي اعمله في البيت. انتوا عايزين تخرجوا. طب اقول لك انا على حاجه بقى، انا مبسوطه ان احنا جينا ناكل. انا بحب الكشري جدا. مش عاجبك الكشري؟ انا ماليش في الكريب وماليش في البيتزا البيتزا. بحب اكلها من ايدي الصراحه. انا ماليش في الاثنين، اخرجكم وما اكلش. لا طبعا. انا بقى بحب الكشري. اي حاجه المهم خرجنا من البيت وخلاص. لا وشك بيقول غير كده. انا بالنسبه لي انا هاكل اي حاجه، انا جعانه. انا والله ابنع اي حاجه عشان انا جعانه فعلا. ماشي ماشي ان شاء الله يخليكي. الكريب والبيتزا. مش عارفه يا حبيبتي زي العسل والله. عمو عشان لو ما كلمناش هيقوم لازم. استني شطة ايه اللي هتحطيها على طبقنا؟ انا لبت الطبق ده كله. لا
عشان لو ما اكلتهاش استني سيبي اوريكم. اقوم الحاسب. يا حبيبتي هو عمو جايب 3 اطباق شطه عشان احنا الثلاثه، انا ماليش في الشطه خالص ولا الدقه. انا دلقت طبق شطه كامل على بعض. يا حبيبتي دول كانوا عايزين نعمل تحدي الكشري المشطشط. ماليش. انت ساكته ليه يعني؟ ما بتحطيش ليه زينا كده؟ فوق يا ماما انت دي غريبه قوي. حبيبتي انا ماليش في كل الحاجات، ماليش في الشطه والدقه والحاجات دي حبيبي. انا بسكوته. حلوه جدا جدا، ممتاز الاكل هنا ممتاز. كلي حبيبي ده صعب. ما اعرفش هي قرفانه ليه. انتي قرفانه يعني؟ انت قرفانه. شطه وكلي عمالين يقولوا عشان انا ولا بحب الدقه ولا الشطه. بعد كده يا ماما انا غيراوتش لوحدينا. اعملي حسابك مش هخرجك معايا تاني. اهون عليكي. بص باكلك اصلا المكرونه. انا الطريق جاي عماله اقول الطريق ده انا عارفاه، الطريق ده مش بتاع عمو بتاع الكريب او البيتزا، الطريق ده انا عارفاه. قلت لي اللي في بالي. يا ماما ايه رايك؟ ميرسي. انا خايفه اطلب منكم عصير قصب ترسي على تمر هندي. ليه ده؟ انا هدخلك النادي، هدخلك النادي واقعدك على الكافيه. عايزه ايه؟ ما انا طلبت منكم بيتزا وكريب اكلتوني كشري، خايفه اطلب منكم عصير. فكرك جميل. صدقني انا غلطانه يا بنت. خايفه كلتي اطلب ليه؟ ما انت كلتي كله من جوعي. خايفه اطلب منكم يا ماما أيوة. بعد كده انا وانتي ننزل نروح نفسح. انا يا بنتي انت لو اكلتك على عربيتي بتاكلي وتسكتي. والله زي العسل. يا ستي انا ما اتكلمتش، بس كنتي رسينا قبل ما ننزل ان انتي هتاكلينا كشري. انا يا حبيبتي ما بحبش انا البيتزا وما بحبش الكريب، بروح اكل حاجه ما بحبهاش. بس يا امي وبعدين هتفرق معاكي ايه؟ عرفتي قبل ما تنزلي ولا بعد ما يا حبيبي اي حاجه منك زي العسل. بعد ايه بقى لما اطقمتيها الكشري ازاي؟ يا بنتي انتي لو واخده كرسي في التطبيل مش هتبقي كده. هو الكشري ده ببلاش؟ بصراحه كلام يزعل. لا ما تزعليش. مش انا يزعل امي. مين جايب لك درجه الرز؟ الروج والمسكره دي قرفاني. امسحيهم كل ما تحطهم اقول لها بس درجه الرز حلوه، مين جايبها لي؟ يا جماعه بعد ما مالكوا زعلتوا ليه؟ مش بقى اتحرق. يا عيني ماشيين ما اعرفش مين رش عليهم بتاع اسود كده على هدومهم. شهد بتقول لي اشمعنى انت اللي نجيتي مننا؟ والله شهد بتقول لي اشمعنى انت اللي نجيتي مننا؟ لا رشا ولو رشا انا مش السنه الابيض بوظوه. بعد ما انا كنا نفسي كنت اشوف مين اللي عمل كده. بعد ما كنا الكشري بقى رايحين النادي. داخلين النادي يا جماعه، داخلين النادي. يعني قصدك ان انا متحصنه يعني؟ عماله بطلي نب بقى. ماما يا ماما 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 متزعليش بقى خلاص. زعلان انا مقهور. ليه الدموع دي يا وحيد؟ فداكي ألف حاجة هنعمله. مناظر تقولي كشري ايه وما كشريش. نبري مخصماو ماما مخصماو. مالكوا زعلانين ليه؟ مفيش خروجات تكملنا. تقولي ولا اسمع صوتك من تاني. ماما انت الشيخ مبروك. مين اللي مشغلها تجلدنا؟ مشغلها انت اخترت. مش باينه. كان من امتى بتعرف تعشق؟ بس فاكر يا جماعه خلاص روحت وقعدنا اليوم كله بقى وخرجنا اليوم كله. متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.